مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم الوصفة لرمضان والعيد، كل عام وأنتم بألف خير. ضيافة رمضان هي حلاوة التمر بالبسكويت والشوكولا، بسيطة وسهلة بمذاق رائع. خليكم معي لنهاية الفيديو لنشوف كيف تتحضر ضيافة رمضان والعيد. نبدأ على بركة الله. نحتاج كالتالي: نص كيلو من عجوة التمر خالية من النوى، بننزل عليها 60 غرام من الزبدة، رشة بسيطة من القرفة الناعمة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. نمزج المواد مع بعضهم البعض حتى تتجانس عجينة العجوة بالمواد والزبدة. راح تطلع معنا بهذا الشكل. هذا هو الشكل المطلوب. الآن بنحتاج إلى 500 غرام من البسكويت المطحون. على البسكويت راح ننزل 4 معالق من الكاكاو، ممكن المحلى أو الغير محلى حسب الموجود. لل500 غرام من البسكويت بننزل عليها 500 غرام من حليب النستلة. إذا الكمية الحليب بدك أقل، ممكن تزودي نسبة الزبدة بالعجوة. بالبداية راح نمزج المواد بالمعلقة حتى يختفي الحليب النستلة بالبسكويت. من ثم أبدي بالعجن باليد وبقوة حتى الحليب يتجانس مع البسكويت، والبسكويت بيشرب الحليب بالكامل. الآن أنزل عليها العجوة وببدي بعجنها إلى أن تتجانس العجينة بالكامل. من تشوفيها بتلزق في إيدك، إما بتحطي زبدة مذابة إما بتحطي قليل من الزيت باليد. هذا هو الشكل المطلوب. على طاولة العمل بنحط نايلون أو ورق زبدة، بندهنه بالزبدة. من ثم نعمل رولات. عند عمل الرولة لازم نضغط بقوة، الضغط لازم بيكون قوة حتى تتماسك حلاوة التمر ببعضها البعض، وبنشد. نعمل الرولة الثانية. نريح حلاوة التمر حوالي تقريبا ساعة، ثم نبدأ بتقطيعها. التقطيع لازم السكينة تندهن بالزيت أو بالزبدة، والحجم اختياري. يا ريت تكون متساوية مثل ما أنا بعمل. أحط الإصبع، بشكل الإصبع ومن ثم أضغط حتى تعطيني نفس الحجم، وهكذا إلى أن تنتهي الكمية الموجودة عندي. نحتاج إلى شوكولا مذابة. راح ننزل قطع حلاوة التمر بالشوكولا ثم بالمكسرات، والمكسرات حسب الرغبة. عندي أنا بندق، فستق حلبي، بسكويت مكسر، بالإضافة إلى الجوز، وكله اختياري، ما شرط نفس اللي موجود عندي. ممكن تغطسيها فقط بالشوكولا أو بالسمسم، وهكذا إلى أن تنتهي الكمية اللي موجودة عندي. بقت عندي رولة صغيرة عملتها كرات بهذا الشكل بدون ما غطستها بالشوكولا، لأنه بالداخل في عندنا كاكاو، فيعطي طعم أيضا مميز لحلاوة التمر البسكويت الضيافة لرمضان. ها هي صارت عندي جاهزة، تركتها لثاني يوم، طلعت معي بهذا الشكل. هون مزينة بالبندق المكسر، حطيت سمسم، فستق حلبي، الزينة اللي سبق وعملتها للحلويات ونزلتها على اليوتيوب. ممكن أحط الرابط بصندوق الوصف. أيضا زينتها بهذا الشكل. شايفين ما أحلاها؟ هالشيء غير شكل، طعمها جدا طيب، من أطيب ضيافة رمضان قدمتها لحد الآن على اليوتيوب. فعلا طعمها جدا طيب.
ممكن تحطي الكاكاو ما حلو، ممكن تحطي بدون سكر، لإنه لا تنسي في عندنا تمر وعندنا حليب النستلة، هذا هو شكلها النهائي. وصفة بسيطة سهلة ما تحتاج كثير شغل أبدًا، وللضيافة فاخرة، ممكن تقديمها بأطباق ورقية صغيرة. يعطيكم العافية ومع السلامة.